اسمحي لي اشكك في هذا الكلام. بنسلق بيت حضرتك ما ينفعش. ايه ده؟ ما هذا الذي أراه؟ أعزائي المشاهدين متابعين دكتور أيمن العظماء، دايما بتبعتوا لي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزيني أعلق عليها، وأنا مستمر في هذه السلسلة علشان خاطركم، وبضحي بصحتي وبعقلي وبمرارتي علشان أدحض هذه الشائعات والخرافات المنتشرة على السوشيال ميديا اللي انتوا بتبعتوها لي. فيلا بينا نخش في الموضوع على طول. استباحنا على الصبح. الفيديو الاول انطلق. تعالى يلا نشوف الهجايز. بانوكسيل ده حاجة بنزايل بروكسايد بيستخدم لعلاج حب الشباب عادي من زمان ومعروف منذ قديم الأزل، مش سر يعني ولا حاجة. موجود في مصر باسم اكنيوكسيد، بس هو ناقص يعني ما تدوروش عليه، ناقص من زمان جدا يعني، فمش سر يعني ولا حاجة. وبعدين اكيد ما خدتوش لوحده، اكيد كانت بتاخد علاجات تانية لحب الشباب. علاج حب الشباب مسألة كومباوند ومعقدة وبتختلف على حسب درجته ونوعه ونوع البشرة. وطبعا دي ماديسون بيبر دي يعني حد مشهور ومعاه فلوس الدنيا والاخرة، فمش هتروح تجيب من الصيدلية كده من غير ما تكشف يعني، اكيد راحت لدكتور كتب لها حاجة معينة فهي طلعت اتكلمت عن تجربتها. ما نروحش بقى نعمل زيها عمياني. البانوكسيل لو رحتوا تجيبوها هتتفاجئوا من السعر. تعالى يلا نشوف الهجايز. يعني مش بوتوكس، لا مؤاخذة يعني، أنا آسف. اسمحي لي أشكك في هذا الكلام. أنا كدكتور شايف وده رأيي يعني. شوف بقى رأيي أنا إن حضرتك أنتي بوتوكس، مش الريتينول أي كريم هو اللي ضيع التجاعيد. ابتسامتك كانت أعرض في الأول، بعدين الخطوط الحركية دي ملهاش علاقة أصلا بالجلد، دي لها علاقة بحركة العضلات. فحضرتك أنتي بوتوكس، العضلات ضعفت، ما بقاش في خطوط بتظهر مع حركة العضلات. ده رأيي بنسبة 99.9%. يعني أنا آسف إن أنا حطمت أمالكم وطموحاتكم، بس يعني هي دي الحقيقة. تعالى يلا نشوف الهجايز. تتروشين بالماء الساخن POV، يعني قصدها point of view، يعني اللي بتتروش بالماء الساخن هيحصل لها بقى الحاجات اللي هتشوفوها دي. تتروشين بالماء البارد بقى. هو طبعا يعني الاتنين اكستريم قوي، الكلام ده مش بالضروره صح يعني. هو انا ما بنصحش لا بالماء الساخن ولا بالماء البارد، بالماء الفاتر، درجه حراره اللي يستحملها جسمنا عادي. لو عندك سخان في ديجيتال ما يزيدش عن 37 ارجوكوا، عشان البنات بتحب تستحمى بدرجات حراره فظيعه. اللي بيعمل كده عارف هو مين، ما تنكرش. تمام. 42 دي بنسلق بيت حضرتك ما ينفعش، ولا ميه ساقعه قوي ولا ميه سخنه قوي، ميه درجه حرارتها معقوله. الصور اللي وريتها لكم دي اكستريم يعني، مش بالضروره لو عملتي كده هتبقي كده، ولا بالضروره عملتي كده ولا كده، خليكي في النص احسن. تعالى يلا نشوف الهجايز. مرحبا. ما هذا الذي اراه؟ ايه ده؟ تاتو تريكو؟ احنا وصلنا للمرحله دي؟ نعمل تاتو بالتريكو خياطه على الجلد. Arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi insanları dikmekle meşgulüm. Bu gördüğünüz müşteri ta Meksika'dan geldi ama Meksika'dan beni... ليه؟ لا تعليق. اللي بعده. عندك مرض مزمن وزهقت من كتر العلاجات ومفيش حاجة جايبة نتيجة؟ كشفت مع دكتور واثنين وثلاثة وبرضه مفيش فايدة؟ قدرنا نساعد مئات الحالات اللي زيك بالظبط عن طريق نظام الكشف والمتابعة اونلاين اللي طورته بنفسي علشان يمكنني ان انا اقدر اشخص واعالج المريض مظبوط. كمان يحتوي على متابعة على الواتساب 24 ساعة معايا شخصيا. فلو عايز تكشف معايا مش محتاج تسافر لاسكندرية، بكل بساطة ابعت لي رسالة على الواتساب اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي وهرد عليك بنفسي واقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. تعالى يلا نشوف الهجايز. عندي مناسبة وأبي لوني واحد، سويت أقوى تقشير وتفتيح. إيه يا أخي؟ تبارك الله من قوة التقشير يطيح على الأرض. مش مقياس حضرتك، احنا مش تعبين، مش مطلوب ان احنا بعد التقشير جلدنا يتغير كله. التقشير المفروض يبقى خفيف يعني، ميبقاش حاجة ملحوظة قوي كده.
طبعا اكيد الصفحه اللي عامله الفيديو ده بتبيع التقشير ده، فيعني الفيديو اكيد فيه انحيازيه شويه، ولكن بدون مهاجمه الموضوع، التقشير طريقه حلوه وفعاله لعلاج مشاكل كتير في الجلد، ولكن لا انصح باي تقشير في المنزل، لازم يتم تحت اشراف الطبيب، لان هو عمليه طبيه معقده، لازم الدكتور يبقى عارف هو بيعمل التقشير ليه وعايز يقشر انهي طبقات في الجلد، وبناء عليه بيستخدم تركيز معين وبيسيبه مده معينه وبيديك تعليمات ما بعد الجلسه بشكل معين بتختلف من الشخص للتاني. فارجوكوا بلاش تقشير في البيت. اللهم بلغت اللهم فاشهد. تعالى يلا نشوف الهجايز. انا خارجه يلا هحط سان سكرين، مش لازم مكسله، ماشي، هي بتقول افكارها دي اللي هي بتفكر فيها. من غير حمايه الشمس التصبغات هتزيد، صح، والتجاعيد والبقع، صح، الكولاجين هيتكسر بسبب الشمس والمسام شكلها هيبقى اوضح، صح، لو بشرة فيها نمش هيزيد مع الشمس، صح، خطورة سرطان الجلد، صح. خلاص مش هكسل تاني، حط سان سكرين. احلى فيديو شفته وانا بعمل رياكشن هو ده. اعملوا زي ما بتقول سان سكرين كل يوم. كل اللي قالته صح، كل مشاكل البشره بتيجي من عدم استخدام السان سكرين. انا بحييكي، يا ريت نعرف انت مين، والله كنت شكرتك بالاسم. بس بقى يعني اللي عايز يسمع الكلام هيسمعه، واللي مش عايز يسمع الكلام هيتفرج على الفيديو ده، يمكن يسمع الكلام اللي في الفيديو ده وهيشترك على القناه، يمكن مع الوقت يتاثر ويبدا يسمع الكلام ويشوف الفيديوهات اللي جايه اول باول. وانا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.